هنلاقي السوداني الجديده ال 12 لتر الموديل الجديد. هنفتحها مع بعض ونشوف هي مكوناتها ايه ومحتواها ايه. هي فيها تسويه تايمر لحد 90 دقيقه. احنا معانا ال7 لتر وال8 لتر بتبقى التايمر بتاعها لحد 60 دقيقه بس، وده برضو بالمناسبه للستايل الجديد. نفتحها مع بعض. بسم الله. معاها كتيب وشهاده الضمان، واحنا برضو بندي شهاده ضمان خارجيه. معاها ده الهاند اللي بيشيل السيخ اللي احنا شايفينه مع بعض هنا. ده السيخ بتاع الفراخ المشويه. نطلعها مع بعض ونجيلكوا تاني نشوفها مع بعض. طبعا شياكه. ده المفروض ان هنا بيبقى فيه التايمر والكتابه بتاعتها. هنفتحها مع بعض نشوف محتواها وبعدين هنشغلها نشوف الكهرباء بتاعتها. الباب بتاعها محكم زي ما احنا سمعنا الصوت كده، مش خفيف. ال10 لتر كان الباب بتاعها خفيف شويه، دي الباب بتاعها محترم. بسم الله. الكهرباء بتاعتها من جوه. سله البطاطس احنا شايفين كده. دي المفروض تتركب جوه. لما بنيجي نشيلها بقى بنشيلها كده او بندخلها كده، ندخلها ونطلعها. نشوف الفتحه بتاعتها. الفتحه بتاعتها واسعه، واعتقد السله دي تشيل حوالي كيلو بطاطس كبيره. وهم هنا بالمناسبه عاملين علامه رايت وعاملين علامه ليفت، يعني المفروض احط ده على اليمين كده وعلى الشمال كده عشان ايه الجزء ده يبقى ليه مكان. احنا شايفين المدخل بتاعها واسع انه يدخل بطاطس، وواسع برضو ان انا افضي بيه البطاطس. هنشوف باقي المكونات. فيها رف من التيفال علشان خاطر لو احنا بنشوي الفراخ او اي حاجه ما ينقطش تحت. معاها كمان الرف الشبك ده يعني علشان يعدي الهواء كويس. الرف هنا ممكن كمان على فكره نستخدم ده في التسويه عادي. ممكن نستخدمه في البسكوت هيبقى حلو قوي، نسوي فيها بسكوت او نحط عليها كب كيك كمان. كب كيك السيليكون هنستخدمها في استخدامات كتير قوي. تبقى في الرف اللي تحت ودي الرف اللي فوق كده ايه عشان كمان تحافظ لنا على نظافه القلايه. عايزين نقربها للسخان اكتر، حاجه بتتحمص او حاجه هنقدر نقربه. هو ليه 3 مستويات. نشغل مع بعض. بسم الله. احنا حاطين الفيشه ده الستارت ده. مش عارفه البرامج واضحه ليكم، التصوير واضح ولا ايه؟ ده برنامج البطاطس، اللحمه، السمك، الجمبري، البيتزا. فيها كمان بيتزا، يعني الصينيه دي ممكن نعمل عليها صينيه بيتزا. الفراخ، الكيك، ودي الشوايه، فرخه الشوايه، وده علامه الفاكهه دي. لا عملت ستارت على الشوايه. هنوقفها. يبقى قرب لي عشان يبقى واضح. ماشي. ده هنا برنامج الفاكهه، تجفيف الفواكه. لو احنا عايزين نجفف فواكه البرنامج ده بيبقى لمده 30 دقيقه. هنا لمبه، ورينا اللمبه. فيها لمبه كمان عشان لو احنا عايزين نشوف التسويه وقتها. هنا ده اعتقد الدوار عشان لو احنا مثلا حاطين السيخ وعايزين ندوره او نوقفه. هنا ده زي ما احنا شايفين كده. بنعلي هنا بنزود الوقت معانا ل 90 دقيقة، وهنا نزود الحرارة. تمام. هنوقف. هنركب مع بعض سلة البطاطس ونشوف الشكل بيبقى ازاي واحنا بنركب. وطبعا سيخ الفراخ كلنا عارفينه ده. طبعا احنا ده برضو بيستخدم للرف ده لان عشان خاطر لو هو سخن هنسند بيه يعني. زي ما قلنا الطريقه بتاعتها ان ليها جنب يمين وجنب شمال. فاحنا ايه هنجرب نركبها. هنشيل الرف ده طبعا. هندخل من الشمال الاول وبعدين ايه اليمين، وهي تركيبها سهل. هي كده خلاص ثبتت في مكانها.
احنا بقى ايه لو عملنا كده نور كده كده السله بدات تتحرك. احنا كده من غير ما نظبط اي برنامج لسه، يعني احنا كده بقى لما نطلع فوق طلعنا كده ونطلع فوق بقى ندوس على البطاطس. ده برنامج البطاطس درجه حراره 200 لمده 16 دقيقه، وهي اعتقد تاخد وقت اقل يعني لان هي بتلف كويس قوي. وطبعا دي بدون استخدام زيت، شوايه وفرن وتوستر، يعني هي فيها كل حاجه، شوايه وفرن وتوستر 3 في 1. جميله وشيك قوي. ورينا الصوره بتاعتها من بعيد من كل جنب الحقيقه، والتهويه بتاعتها عشان خاطر تطلع الهواء السخن، فاللي هيستخدمها يحط وراها فراغ شويه، ما ينفعش هي او اي نوع تاني اي قلايه يعني. ما احنا شايفين كده. هنوقف تاني وزي ما ركبنا السله. احنا اول ما بنفتح الباب الحراره بتفصل تلقائي، ولما نقفل البرنامج بيكمل عادي زيها برضو زي اي قلايه. لو الدرج اتفتح السله سخنت في النص دقيقه دي، سخنت شويه زي ما اتفقنا. اول ما الدرج يتفتح هي بتفصل حراره وبتكمل البرنامج تاني بعد ما نكمل. اتمنى تكون عجبتكم ومتاح منها اخر قطعه ان شاء الله.